بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على ليلة النص من شعبان. الأيام مباركة يا جماعة، اختموها على قد ما تقدروا. عايزين نخش كده رمضان واحنا ما شاء الله، يعني كده نكون واخدين حسنات كتير ونكون واخدين حاجات جميلة قوي قوي قوي. فاحنا يعني ان شاء الله احنا بكره ليله النص. بكره يعني النهارده هو ليله النص من شعبان. فاحنا يعني على قد ما نقدر عايزين الليله دي نقيمها ونستغفر ونطلع صدقات، لعل وعسى ربنا يهدي لنا حالنا ويهدي لنا عيالنا، ونطلع كده من شعبان كده مجبورين الخاطر، ونكون مبسوطين واخدين حسنات كتير يا رب. حسنات كتير كده بالكوم، مش واخدين سيئات، لا واخدين حسنات. ونعمل على قد ما نقدر في الشهر ده. وصيام يعني ليلة النص من شعبان دي اللي بيرفع فيها الأعمال. فأنتي وأنت، يعني أنا بكلم الست وبكلم الراجل وبكلم الولد والبنت. يعني لو احنا نقدر نصوم النص اليوم اللي هو ايه، نص شعبان نصومه. وعايزة تطلعي صدقة، طلعي صدقة، طلعي صدقات وصومي يوم النص. واحتفلي بليلة النص من شعبان بإيه؟ بالدعاء وبالصلاة وبالعبادة وقيامة الليل وقراية القرآن. دي أحسن حاجة هتاخديها معاكي، دي أحسن حاجة هتعمليها. يعني لو جه علينا نص ليلة النص دي، لازم نستعد لها يا جماعة ولازم نصوم. هي الحمد لله السنة دي جاية في وسط إيه؟ الثلاث أيام القمرية، اللي هم الثلاث أيام اللي هم في نص الشهر، اللي هم ليلة 13 و14 و15. فكده كده الناس بتصوم الأيام دي. فأنت بيقولك إن جه عليكي ليلة النص، صومي، صومي نهارها وقيمي ليلها. فانت لازم نقيم الليل يعني بتاعها بالقرآن وبالتسبيح وبالتحميد، واللهم بلغنا رمضان، وادعي لأولادنا ربنا يهديهم، وندعي للناس في ظهر الغيب، ندعي للناس كلها ربنا يهديها يا رب العالمين. اللهم اهدي الناس كلها يا رب العالمين، واحنا من ضمن وادعي عيالنا وعيال المسلمين. فاحنا لو جت علينا ليلة النص دي نقعد بقى ايه؟ اقفلي تليفونك خالص، اقفل تليفونك، اقفلوا التليفونات خالص، اطفي التلفزيون، خدي جنب كده لوحدك في البيت لو انت معاكي اولاد. خدي جنب معاكي لوحدك كده في البيت، واقعدي اقري شويه في القرآن، واقعدي سبحي شويه، واقعدي ادعي شويه. إيه على وعسى ربنا يكون، يعني مش ده اكيد ليله النص دي سبحان الله. الايام كل الايام بتاعت ربنا، ربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل في السماء في السماء الدنيا. فليله النص دي يعني ربنا بيتجلى عليها بحاجات كتير قوي، والسماء بتبقى مفتوحه والدعاء بيبقى مستجاب. فانا على قد ما اقدر اعمل واشيل، اخلي القبر بتاعي اللي انا هتحط فيه مفيش حد هيحوش عني حاجه. القبر بتاعي اجعله هو ده البنك بتاعي. مش انت بيبقى معاكي فلوس، بيبقى معاكي حاجات بتروحي تشيلها في البنك؟ لا، اعملي حسنات واعملي حاجات كويسه وشيليها، ده البنك بتاعك. القبر، القبر هو البنك بتاعك. تشيلي فيه حسناتك، تشيلي فيه اعمالك، هي دي اللي هتنور لك القبر يوم ما تتحطي في الموقف العظيم، يوم ما تتحطي تحت التراب والقبر يبقى ضلمه عليكي، مفيش اي حاجه هتنفعك الا عملك. فاحنا بنقول نعمل اعمالنا ونعمل صدقاتنا ونعمل كل حاجة كويسة تقربنا من ربنا ونحطها في البنك بتاعنا. البنك بتاعنا ده القبر بتاعنا، هو ده البنك بتاعنا يا جماعة. هو ده اللي احنا نحوش فيه أعمالنا الصالحة، من صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وتسبيح وتحميد. وربنا يبلغنا رمضان كلنا كده مجبورين الخاطر يا رب العالمين، ونبقى كده مبسوطين بأعمالنا، ونروح لربنا كده واحنا مبسوطين كده وما نستحيش من ربنا في الوقت ده. نبقى باصين ربنا كده ومنشرحين القلب كده ومنشرحين البال. اللهم امين يا رب العالمين. ايام مفترجه، نارها ليلها ونهارها كلها ايام مفترجه. وسبحان الله سيدنا محمد عليه السلام كان بيصوم، يعني كان بيصوم رجب وشعبان، بس اكتر حاجه كان بيصوم شعبان. يعني يقول لك ايام شعبان دي كنا نظن ان هو صايم الشهر كله.
فهو كان بيصوم كل الشهر، بيفطر منه قليل خالص قليل خالص، عشان هو الشهر الكامل اللي احنا نصومه هو رمضان. فهو كان بيحرص ان هو ما يصومش شهر كامل الا هو رمضان. فكان يصوم في شعبان وفي رجب، بس الاكتر اللي هو يحرص على صيامه وتسبيحه وقيامه وصيامه هو ايه؟ شعبان. فبيقولوا له يعني طب انت ليه يا رسول الله الاعمال بتزيد عندك في رجب، في شعبان؟ الاعمال عندك والصيام كله بيزيد عندك في رجب. قال لهم كهو شهر بيرفع فيه الأعمال، وأحب يرفع عملي إلى الله وأنا صايم. فمين ما يحبش عمله يترفع وهو صايم، وهو بين أيادي ربنا بيدعي ربنا بالصيام، وربنا يبلغه رمضان، وبالاستغفار، ويدعي كده لأولاده ربنا يهديهم، ويدعو لأحفاده، ويدعي لكل الناس، كل الناس المسلمين يدعي لهم في ظهر الغيب. يا جماعة ادعوا، الدعوة في ظهر الغيب دي مستجابة. وتقولي اللهم اهدي عيالنا وعيال المسلمين، واغفر لعيالنا وعيال المسلمين، وارحمنا وارحم اموات المسلمين، وارحم اموات المسلمين كلها. وتدعي زي ما انت عايزه تدعي، باي حاجه تيجي يعني في بالك ادعي. ادعي، الدعوه في ظهر الغيب مستجابه. والله يا ناس، انا اعرف ناس بيجيبوا الخريطه كده بتاعت مصر، ويقعدوا يدعوا لكل ناس، كل ركن كده يدعوا له دعاء في ظهر الغيب. انت ما تعرفوش الدعوه دي في ظهر الغيب عامله ازاي. الدعوة دي في ظهر الغيب بتستجاب على طول من غير أي حاجة، هي كده راحة لربنا على طول عدل. فاحنا ندعي لكل الناس، وندعي للناس اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش ربنا يهديها، وندعي لأولادنا، وندعي لجيراننا، وندعي للناس كلها يا رب العالمين. اللهم طلعنا من رجب وشعبان مجبورين، وبلغنا رمضان مبسوطين، وجعلنا نقرأ القرآن واحنا مبسوطين مش زعلانين يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر في رمضان يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتوب علينا يا رب، وارحمنا وارحم اولادنا، واهدينا وارحمنا واهدينا يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير. يلا حبيبي، مش عايزة أطول عليكم، مع ألف ألف سلامة، بحبكم في الله، مع ألف ألف سلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حبيت أبقى يعني النهاردة أذكركم كده، لعل وعسى حد ما يكونش كان واخد باله إن الليلة دي ليلة النص. الليلة دي ليلة النص من شعبان. الليلة دي ليلة النص من شعبان. اغتنموها كده وصوموا يومها، واحتفلوا كده بالليلة ديت. الليلة ديت عند ربنا أجرها كبير جدا جدا. اللهم بلغنا رمضان. أنا حبيت أقول لكم كده يعني، يمكن كده حد ما يكون ناسي وأنا أفكره، أخد معاكم حسنات وانتوا تاخدوا معايا حسنات، ونطلع من الأشهر العظيمة ديت مغفورا لنا، ونكون كده طالعين كسبانين مش خسرانين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اسعوا كده لذكر الله، اسعوا كده للقرآن، عشان نيجي رمضان كده واحنا مستعدين، ونذكر أولادنا، ونقول لأولادنا ونوعيهم ونفهمهم، ويصوموا الأيام دي كده عشان يستعدوا لرمضان. اللي عنده أولاد يخلوهم يصوموا ويستعدوا لرمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم آمين. أولادنا دول اللي هم الثروة الكبيرة اللي احنا نعودهم يطلعوا يعرفوا أولادهم يا رب العالمين. اللهم آمين.